فنشر النهارده عودة أشرف داري التشكيل لقائمة الفريق اللي هتشارك ضد سيراميكا بكرة الساعة 5. فأتمنى إن أشرف داري يكون جاهز معانا بسبب الكوارث اللي إحنا بنشوفها في الدفاع مؤخرا بعد إصابته. طبعا إضافة قوية للقائمة أشرف داري. أتمنى يكون موجود معانا، وحتى لو مش موجود معانا فكل الدعم ال 11 لاعب اللي هيشارك معانا أيا كان مين، فكل الدعم ليهم إن شاء الله نحقق الفوز بكرة على نادي سيراميكا. إدارة النادي الأهلي غاضبة جدا بسبب حمزة علاء لليوم الثاني على التوالي غياب عن التمرينات. اللاعب ما بيحضرش تمرينات بقاله يومين، واللاعب خلاص عقده قرب ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي. واللاعب مش مكمل مع النادي الأهلي، هيروح نادي في فرنسا بيلعب درجة تانية، هيشارك معاهم من بداية الموسم الجديد، فهو مش مكمل مع النادي الأهلي. بس هو سبب استياء شديد من إدارة النادي الأهلي إن هو اللاعب أصلا لسه ملتزم بعقده مع إدارة النادي الأهلي، فهو ما بيجيش التدريبات بس. برضه غضب كبير من إدارة النادي الأهلي بقى بتعامل النادي الصفاقسي التونسي مع ملف محمد الضوي كريستو. النادي الأهلي منتظر عرض رسمي من نادي الصفاقسي التونسي. في تصريحات رسمية عبد الحكيم عضو في اللجنة الفنية بنادي الصفاقس قال لك احنا اللاعب مش لازمنا، اللاعب احنا مش عايزينه ومش محتاجينه، ولا هيفيدنا في الأمور الفنية ولا المالية، واحنا مش قادرين على راتبه يعني. فقال لك ان الامر متروك للنادي الاهلي، واعتقد هم بيلعبوا اللعبه ديت عشان اللاعب يفسخ عقده مع النادي الاهلي ويروح لهم مجانا. بقى هو اصلا بيلعب معاهم اساسي، واخر مباراه مؤخرا بيسجل معاهم ولاعب اساسي في التشكيل. فهم بيلعبوا اللعبه دي مع النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يفسخ العقد معاه ويروح لهم مجانا. فاعتقد النادي الاهلي مش هيعمل كده، في كذا حل ان احنا نستفاد من اللاعب. ممكن تسوق اللاعب في الدوري المصري، او ممكن تعملوا كصفقه تبادليه في الدوري المصري برضه، منها تستفاد من اللاعب بدل ما انت ما تفسح عقده ويمشي مجانا. فاتمنى ان اداره النادي الاهلي تحل الازمه ديت في اسرع وقت.